سيادة رئيس الجمهورية. تنك بسلاح حق. سلام خذ. تشكيلات جهاز التفتيش يا سيادة الرئيس. الطاقم الموسيقي. العلم المفدى. ضباط الحرس الوطني. ضباط الأمن الوطني. ضباط الحماية المدنية. شرطة الحدود والأجانب. الفوج الوطني لمجابهة الإرهاب. حرس المرور. حرس الحدود البرية. طلائع الحرس الوطني. أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية. الفوج الوطني للتصدي للسجون والإصلاح. الوحدة المختصة للحماية المدنية. هناك سلاح حق. صدر سلاح حق. سا رح سا عد. هناك سلاح حق. سلام خذ. افتح المهرجان. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات السيدات والسادة الحضور الكرام، يشرف على بركة الله تعالى سيادة رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم السبت الفاتح من شهر ذي القعدة لعام 47 و400 وألف هجري الموافق ل18 من شهر أبريل 26 و2000 بقصر قرطاج على موكب الاحتفال بالذكرى 70 لعيد قوات الأمن الداخلي. يتفضل بهذه المناسبة سيادة رئيس الجمهورية بإلقاء الأمر اليومي.
بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، قبل أن نلقاه وبعد أن نلقاه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أيها الضباط والرتباء والأعوان، أيها الملأ الكريم، تتتالى الأيام وتتعاقب الأعوام، ولا يكاد يمر يوم واحد في هذا الوطن العزيز إلا فيه ذكرى لانتصار، وفيه ذكرى لبناء جديد. نستحضر في هذا اليوم ما قد مضى، ونتوقف طويلا طويلا عند عديد التواريخ، مستحضرين بطولاتنا، متطلعين إلى المضي قدما إلى الأمام. قد لا يتسع المقام في هذا الموكب بمناسبة الذكرى 70 لعيد قوات الأمن الداخلي لاستحضار المحطات كلها، فهي تكاد تستعصي على الحصر والإحصاء، ولكن الواجب الوطني يقتضي التوقف عند عديد الأيام الخالدة التي تقوم بها قواتنا المسلحة العسكرية والأمنية من جهود، وما تبذله من تضحيات من أجل هذا الوطن العزيز، فعطاؤها لا يتوقف، وخطواتها لا تتعثر، وإرادتها لا ولن تلين. أمثلة كثيرة ومواقف عديدة وأحداث كثيرة بدورها، ومن بينها وما بالعهد من قدم ما حصل في الأسابيع الأخيرة بعد الأمطار الغزيرة التي عرفتها عديد الجهات في وطننا العزيز. من لا يذكر كيف تداعت قواتنا لنجدة المواطنين والمواطنات، حتى وإن شحت في بعض الأحيان المعدات. من لا يذكر أعوان الحماية المدنية، ومن لا يذكر مثالا سيحفظه التاريخ بأحرف من ذهب، كيف حمل أعوان قواتنا العديدة من المواطنين والمواطنات بين أيديهم حتى يتم إخراجهم من برك الماء والأوحال. من لا يذكر تلك الصورة لأحد الأبطال وهو يحمل بين يديه امرأة لينقذها من الماء والأوحال؟ وهذا غيظ من فيض، قليل من كثير. ولعل أكثر ما يثلج الصدور هو هذا التعاضد والتلاحم
بين قوات الأمن الداخلي وعموم الشعب التونسي في كافة أنحاء الجمهورية، إذ وقفوا صفا واحدا جنبا إلى جنب في مواجهة شتى أنواع التجاوزات. فطوبى لتونس ببشائر هذه الثورة الثقافية، وطوبى لوطننا العزيز بهؤلاء الأبطال من مختلف الأسلاك، وطوبى لبلادنا ولمواطنينا ومواطناتنا الذين تطوعوا مؤمنين مقبلين في حرب التحرير التي نخوضها. ومن الصور التي لا يجب أن تغيب أو تغيب مرافقة قوات الأمن لعديد التظاهرات وعديد ما اصطلح عليه بالوقفات، وما هي بالوقفات ولا بالمواقف، بل هي محاولة للإرباك والتشكيك، ولكن أن لهؤلاء أن يربكوا شعبنا ويشككوا في قدراته وفي قواته. يقفون لحماية المشاركين في هذه التظاهرات أو في هذه الفصول من مسرحية معروف من أخرجها ووزع الأدوار فيها. كانوا يحمونهم بالرغم من شتى أنواع الاستفزازات، والحمد لله تعالى أن الشعب يعلم بدقائق الأمور كلها، ويعلم تفاصيل التفاصيل، بل وفي كثير من الأحيان لا ينتبه إليهم أصلا، كما لا يأبه بما يقوله المأجورون عبر وسائل التواصل الاجتماعي بهدف بث الفوضى والتشكيك. فهؤلاء يتخبطون ويتلونون كل يوم بلون. خصماء الدهر بالأمس القريب صاروا خلانا وحلفاء، خالوا الدولة غنيمة والشعب التونسي رهينة، ولكن الشعب بالرغم من محاولاتهم البائسة اليائسة يلقنهم كل يوم الدرس تلو الدرس، ويوجه لهم في كل آن وحين الصفعة تلو الصفعة. بهذه المناسبة نوجه تحياتنا وتقديرنا من أعماق الأعماق للجهود التي تبذلها كافة الأسلاك، للجهود المضنية المتواصلة على مدار اليوم والساعة. نوجه أيضا التحية للتوجيه والرعاية خاصة من قبل القيادات التي لا تتردد في توجيه من تم انتدابهم حديثا حتى يستفيدوا من تجاربهم. أن صورة قوات الأمن الداخلي بدأت تتغير وستواصل التغير حتى تكون بلادنا آمنة في كل شبر من ترابها. رجل الأمن اليوم لم يعد ذلك الجلواز الذي يحمل العصا والسلاح، بل
يرافق المواطنين والمواطنات في كل مكان، يرافقهم ليحفظ أرواحهم وأعراضهم وممتلكاتهم كما يحفظ الممتلكات العامة. ولا يمكن أن ننسى في هذا اليوم أعوان السجون والإصلاح الذين يقدمون الكثير بالرغم من حملات الدعاية المغرضة التي يروجها هؤلاء الذين يريدون أن يلعبوا دور الضحية. فهم ينفذون القانون، هم ينفذونه بناء على الدستور، يعاملون نزلاء السجون معاملة تقوم على الكرامة وتقوم على احترام من هو رهن الاعتقال، عكس ما تروج له دوائر الخيانة والعمالة، والتي تأتمر بأوامره تهدف إلى ضرب السلم داخل الدولة بكل الطرق. كثيرة هي المحطات وعديدة هي الأمثلة التي تدل على هذا المخاض الذي تعيشه تونس في كل المجالات. أمثلة كثيرة، من بين الأمثلة وما بالعهد من قدم، منذ 3 أيام في أحد أحياء العاصمة المواطنون مع قوات الأمن يلاحقون أحد المجرمين. المواطن مع رجل الأمن يلاحق ثابتا مقبلا غير مدبر أحد الذين اقترفوا جريمة وألقوا عليه القبض معا. فتوبى لتونس بهذه الثورة الثقافية، بهذه الثورة الفكرية، وتوبى لوطننا العزيز بهذه الجهود. طوبى لها لأنها أحبطت ودحضت كل الأراجيف والأكاذيب. ولا يجب أن ننسى شهداءنا من قوات الأمن وشهداءنا كلهم ممن خضبوا بدمائهم أرض هذا الوطن العزيز. أننا نعيش لحظات الفرز التاريخي ولحظات التحدي في مواجهة كل أنواع الجريمة. وإذا واجهنا التحدي فأننا لا نقبل إلا برفعه وتخطيه، لأننا لا نقبل إلا بالنصر أو الاستشهاد. ونتوجه إلى العلي القدير بأن يتقبل شهداءنا في أعلى عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وأن يعجله بشفاء الجرحى والمصابين، أنه هو السميع العليم. اللهم اجعل هذا الوطن آمنا موحدا. اللهم اجعل تونس
عصية على كل من يتآمر عليه. اللهم ثبتنا على الحق وانصرنا على كل من يحاول أن يمس بالشعب التونسي في قوته وفي معاشه وفي سائر حقوقه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.